السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنتي الغالية، احرصي على صدقة السر. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خدوا بالكم من حاجة، لا شيء أعظم من الإخلاص، إن الإنسان يعمل العمل يريد به وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا من الناس. الناس مش هينفعونا في حاجة، ولذا قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات، لما تظهروا الصدقات قدام الناس فنعم ما هي، يعني نعمة ما فعلتم، بس في حالة واحدة، لو تضمنوا الإخلاص في إن أنتوا بتساعدوا حد وعايزين تشجعوا اللي حواليكم إن هم يساعدوه، فبتظهروا الصدقة علشان الناس تشوف وتقتدي بكم. يعني واحد فقير بنلم له فلوس، فمثلا بقول ايه، طب انا هبدا يا جماعه من معايا وادي اول 100 جنيه، فانا شجعت الناس عشان هم كمان يدفعوا، يبقى ده ايه؟ فنعم هذا العمل، فنعم ما هي، يعني نعم هذا العمل لانه يشجع على ايه؟ على ان الناس تبذل الخير. ده الكلام ده لو اضمن الاخلاص من قلبي، لو انا حاسس ان انا بعمل العمل ده مخلصا لوجه الله. انما لو انا خايف على نفسي فالافضل هو اخفاء الصدقه. ولذا قال جل وعلا: وان تخفوها، يعني الصدقه، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكم انتم، مش للفقراء. الفقراء الخير لهم ان احنا نبدي الصدقه عشان نشجع الناس يدوهم، انما الخير لنا احنا ان احنا نخفيها، عشان هذا اقرب للاخلاص. وقال جل وعلا: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هنا ايه؟ قال سرا وعلانيه. سرا إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا هو الأفضل، وعلانية إذا اقتضى الأمر ذلك من أجل تشجيع الناس على إكرام هذا الفقير أو هذا اليتيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني بتعمل لنا وقاية من مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ما شاء الله. يعني ممكن المولى عز وجل لو أنا مثلا أذنبت ذنب معين، فالله عز وجل قدر لي عقوبة معينة، في تلك اللحظة أنا تبت إلى الله وأخرجت صدقة في السر، هذه الصدقة تطفئ غضب الرب، فيكون ذلك سببا في أن يرفع الله العقوبة عني في تلك اللحظة. يبقى وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وفي رواية عند الطبراني في الكبير أيضا بإسناد حسن إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. يا خبر أبيض! يعني لو واحد عياذا بالله قبره يعني يشتعل عليه نارا أو غير ذلك بسبب ذنوب أو غير ذلك، بفضل الله الصدقة دي تطفئ على الناس أو تطفئ على أهلها حر القبور، تطفئ النار ديت بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن النار عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى. وواحد ميت أنا عملت له صدقة، تمام، الصدقة دي في هذه اللحظة تدخل عليه فتطفئ النار عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ما شاء الله. آجي يوم القيامة الصدقة اللي بتصدق بيها، وتيجي حضرتك يوم القيامة بالصدقة اللي بتتصدقي بيها تلاقيها سحابة ملاكي في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس فوق الرؤوس كمقدار ميل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فقال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تمام. وكم من بين هؤلاء 7 ورجل، وكلمة رجل تشمل رجل وامرأة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مبالغة في الإخفاء من أجل أن ينال رضوان الله ومحبته، وإن هو يبتعد تماما عن الرياء وعن حب الثناء من الناس والمدح من الناس بفضل الله. فاحرصي ابنتي الغالية وأمي الفاضلة وأختي الفاضلة، احرصنا على صدقة السر على قد ما تقدروا، ولو باليسير ولو بالفتات بفضل الله. لا تحقرن من المعروف شيئا
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وسبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.